اهلا بيكم بودكاست اللعيبه. انا ادم هو مراد، والنهارده هنتكلم عن ماتش اهلي وبيراميدز. ايه رايك في الماتش؟ قبل ما نتكلم بس على الماتش، الجمهور كان ليه دافع معنوي قوي كبير للعيبه، وكان مؤثر على لعيبه بيراميدز، ومدي دافع معنويه كبيره للاهلي. الاهلي تشجع اكتر. انت ايه رايك في الجمهور في الماتشين؟ لا، تشجيع. الماتشين بصراحه يعني الجمهور كان ليه دور جامد قوي بصراحه، انت تشجيعه جامد كده وبروح. تعالى بقى اتكلمنا على التكتيك اللي هو كان بيلعب بيه الاهلي. انا كنت ملاحظ ان هما كانوا بيلعبوا مان تو مان، وبيجبروهم ان هم يلعبوا على الخط. زي ما الجون دخل 3 كانوا 3 على الشيبي، والشيبي قرر يلعبها بكعبه بس اتقطع. رضا سليم قطعها من الشيبي. رضا سليم عمل ايه؟ عمل فينت ان هو يروح على الخط، بعديها بصار لامام عاشور. امام عاشور عمل ايه؟ نفس اللي هو عمله، وجه ان هو يعمل باص لرضا سليم، عملها له عمل بوش رجله خارجي لأسامة أبو علي، بس الشيبي كان عايز يزحلقه عشان يغطي اللي هو عمله ده. بس يعني معرفش امام عاشور سيطر على كورته كويس، اداله زي ما الكتاب بيقول. بصراحة كان ممكن يحطها تشيب، بس هو حطها له في الزاوية البعيدة. يعني بصراحة جون حلو. شفنا لما الحكم رجع للفار في ضربة الجزاء بتاعت الكارتي لما كريم فؤاد، هو ممكن الحكم كان يحسبها وممكن لا، لان رأي حكم. هي ولا ضربة جزاء قوي ولا مش ضربة جزاء قوي، رأي حكم يعني 50-50. ايه رأيك في الشوط التاني في الماتش؟ يعني مين كان مسيطر على الكورة اكتر؟ الشوط التاني لان بيراميدز مسيطرة اكتر. الاهلي داخل بس هو خايف يدخل في جون، هتلاقيه كان مدافع اغلب الوقت. والشوط التاني لقينا فيه حماس باين قوي، حتى اللي يثبت لنا ده ان واحد خد كارت احمر هنا واحد خد كارت احمر من هنا، فاللعيبه خايفه على الماتش قوي، كانوا بيدافعوا بروح، مش عايزين يدخلوا فيهم جون كده يعني. المشكله اللي اتسببت ان بيراميدز ما كانش عارف يجيب الجون، طرد الشيبي. ده اثر عليه، لان الشيبي هو العنصر اهم. انا شايف ان هو اهم واحد في بيراميدز، ان هو برضو بيعرض كور حلو وبيسيطر على الكوره مثلا. بالظبط، يعني اول هو كان داخل وكان عايز يكسر رجل حسين الشحات، ان هو كان رايح بسرعته، كان ممكن يقف عشان اللي بينهم بقى السنه اللي فاتت. ايوه انت عارف. فشفت اسامه ابو علي لما نام عليه عشان ولا حسين ياخد طرد ولا اي حاجه. احمد الشناوي حارس بيراميدز هو عايز يخلي حسين الشحات ياخد طرد، او ما بيراميدز عايزين حسين الشحات ياخد طرد. واسامه ابو علي برضو بيلعب بروح، ان اي كره عاليه لازم يروح عليها يعمل ضغط كده يعني. فده المهاجم الصح، ده المهاجم المفروض يعمل كده. انا شايف ان اسامه ابو علي بقى احسن مهاجم صراحه. احسن مهاجم في الدوري المصري ولا الاهلي بس؟ لا، احسن مهاجم في الدوري المصري عموما يعني. تفتكر الماتش ده كان ماتش 90 دقيقه؟ هو ما كانش 90 دقيقه بس جوه الملعب، هو كان 90 دقيقه جوه الملعب وبره الملعب. السبب يعني الاهلي كان نازل بحماس، لان اداره بيراميدز لما غلوا التذاكر، ان التذاكر كانت في العادي 75 100 خلوهم 200 وحاجه 3000، فده كان مدي دفع، يعني ان هم عايزين اللعيبه ياخدوا حقهم من جوه الملعب. بالظبط. وحسين الشحات السنه اللي فاتت مع الشيبي هم الاثنين عندهم فكل ده عامل ضغط على اللعيبه من الفرقتين. مدرب يوريزيتش يعني وتر الشيبي اكتر لما هو قعد يزعق له جامد بسبب الباص اللي هو عامله بالكعب. بس هو عصبه جامد، بس هيتعصب لان اصلا بيراميدز بالنسبه له الماتش ده هيبقى متعه الدوري، لان هم قبل الماتش اصلا الفرق كان ما بينهم وبين الاهلي 4 نقط، ولما كسبوا الاهلي بقوا 7. انا كنت شايف ان هو كان ليه دور كبير قوي في ماتش اهلي بيراميدز التاني بالذات. ليه هو اتاخر في التغييرات كالعاده، بس هو كان بالذات الشوط التاني كان قافل مساحات كويس جدا، وعارف ان بيراميدز هيكون نازلين فاتحين مساحات لانهم عايزين يسجلوا، قافل الملعب كويس قوي. في حاجه عايز اتكلم عن ليه خالد عبد الفتاح لما كان واخد كارت اصفر، ليه ما تطلعوش من بدري؟ وحصل عليه ضغط لما نزل عليه زلاكا وكولر راحس ده، ليه ما تطلعوش من قبليها؟ يعني كان لازم يطلع خالد عبد الفتاح من بدري. زي ما طلع رضا سليم وحسين الشحات عشان واخدين انذار، لازم بقى تطلع واحد من المدافعين كمان. امام عاشور لما وقع على الارض، تفتكر التغييره دي كانت بسبب اصابته ولا دي تغييره فنيه؟ هو شايف حاجه؟ لا، هو مش تغيير عشان الاصابه، هو عمل خلاص اداءه وعمل كل حاجه، فطلع ريحه ونزل قفل. بس انا كنت بشوف قليل قوي ان مارس كولر يطلع امام عاشور. ممكن يطلع مروان عطيه ويخلي اكرم توفيق يلعب مكان مروان عطيه ويلعب بقفشه امام عاشور. وما كانش ينفع يطلع مروان عطيه ولا اكرم توفيق، طالما هو عايز يحافظ على النتيجه ما ينفعش يطلع الاثنين دول. وبرده لما امام عاشور كان طلع كان متعصب، كان متضايق. رضا سليم جه قال له في سره كده ايه ده؟ ما تعملش لقطات كده.
تعملش حاجه مجنونه لينا. بالظبط. هكلمك عن تغيير قفشه. انا شايف ان قفشه ما كانش ظاهر زي ما ظهر في الماتش الاول. ايوه، كان مستخبي قوي. هو ما كانش مستخبي، هو كان بينزل، بس لما باص كان في مشكله عند الاهلي نفسها. الاهلي كانش اصلا الشوط التاني كانش مسيطر قوي على الكوره قد ما بيراميدز. بس الكوره اللي في الدقايق الاخيره دي اللي كهربا استلمها ورجع بيه، عمل فنت ورجع واداها لقفشه واتحرك. قفشه اداها له زي ما الكتاب بيقول، صح ولا لا؟ صح. الكوره ضاعت بشكل غريب جدا من كهربا، وعادي هارت لك على الفرصه، بس ازاي ضاعت؟ يعني كلنا كنا ممكن نغلط في الكرة دي عادي يعني، وممكن يكون حطها بقوة. ممكن يكون من الضغط والحماس شاطها بقوه فطلعت معاه غلط. بس برضو يعني قفشه وقع. انا شايف ان هي ما كانتش ضربة لا، جزاء. ما حدش اتكلم عنها. لا، هو في ناس كتير اتكلمت عنها ان هي ضربة جزاء، بس هي مش ضربة خد جزاء. الكره الاول. والاهلي يستحق يكسب بصراحة. الاهلي يستحق ياخد الدوري، هو كده بنسبه 70% او اكتر ان الدوري للاهلي. كده هنكون خلصنا حلقتنا عن ماتش الاهلي وبيراميدز، وهنعمل حلقه تانية عن الدوري المصري. وشكرا، مع السلامه.